بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس 34 من التعليق على كتاب أخلاق العلماء للآجري، وكان هذا في ليلة الأحد 19 من شهر رجب لعام 46 بعد 400 من الهجرة. فصل: وصف من نفعهم الله بالعلم. قال الآجري رحمه الله: وأما من كانت أوصافه وأخلاقه الأخلاق المذمومة التي ذكرناها لم يلتفت إلى هذا واتبع هواه وتعاظم في نفسه وتجبر، ولم يؤثر العلم في قلبه أثرا يعود عليه نفعه، وكانت أخلاقه في كثير من أموره أخلاق أهل الجفاء والغفلة. وسأذكر من أخلاقه الجافية: إذا تصفح نفسه من خرج عن الأخلاق الشريفة. وأما من كانت وأما من كانت أوصافه وأخلاقه الأخلاق المذمومة التي ذكرناها لم يلتفت إلى هذا واتبع هواه وتعاظم في نفسه وتجبر، ولم يؤثر العلم في قلبه أثرا يعود عليه نفعه، وكانت أخلاقه في كثير من أموره أخلاق أهل الجفاء والغفلة. وسأذكر من أخلاقه الجافية: إذا تصفح نفسه من خرج عن الأخلاق الشريفة ورضي لنفسه بالأخلاق الدنيئة التي لا تحسن بالعلماء، علم أنها فيه وشهد على نفسه بذلك، لا يمكنه دفع ذلك، والله العظيم مطلع على سره. فمن صفته أن يكون أكثر همه معاشه من حيث نهي عنه مخافة الفقر أن ينزل به، لا يقنع بما أعطي مستبطئا لما لم يجري به المقدور، أن يكون شغل الدنيا دائما في قلبه. لما لم يجري به المقدور أن يأتي. انتهت الفقرة، يعني هذه ساقطة عندك في النسخة هذه. أنا كما قلنا نسخة إسماعيل الأنصاري هذه فيها أخطاء كثيرة، ما أدري النسخة المولدة هذه دي تسمى بمولدة، نسخة يعني ليست موثقة على أصول صحيحة، أصول خطية، إنما هي مولدة من نسخة أخرى. تفهمون معنى كلمة نسخة مولدة؟ هذا المصطلح استخدمه على ما أذكر الأديب محمود شاكر رحمه الله تعالى في كلامه عن تحقيق النصوص، يقول عن هذه النسخ التي لم يتم ضبطها على أصول صحيحة، إنما أخذت من نسخ أخرى لعلها تكون مضبوطة على الأصول، لكنها أخذت منها بغير ضبط. هذه تسمى بالنسخ المولدة، يعني كأنها ولدت من هذه، لكن ولدت كما قال يعني ولادة مشوهة، كما يولد المولود مشوه، فصارت وليدة مشوه. فهذه ما أدري، لا أنت تتبعت الأخطاء اللي فيها أبو مسلم تقريبا نفس أخطاء نسخة إسماعيل الأنصاري تقريبا، كان أخذت منها، مولدة عنها، فمولدة عنها بأخطائها، تأخذ نفس الأخطاء، مولدة عنها بأخطاء، طبعا زادت عليها بلا شك. هذه نسخة مولدة. نعم. طيب، فالآن العبارة مستبطئا لما لم يجري به المقدور أن يأتي، انتهت الفقرة، ثم بدأ فقرة جديدة: الشغل بالدنيا دائم في قلبه، والذكر الآخرة خطرات. أكمل. الشغل بالدنيا دائما في قلبه، لا دائم في قلبه، وذكر الآخرة خطرات. يعتبر مبتدأ وخبر. لأنه هنا خبر
وهذا خطأ. يعني هو ربط الخطأ بالخطأ، خطأ يولد خطأ. خطأ يولد خطأ، هذه قاعدة في التحقيق. يعني انه الآن انه الناسخ او الذي اعتمد على ايه، على غير اصول، اعتمد على نسخة اخرى ليست من الاصول، فعنده خطأ يولد خطأ. لانه هو يريد ان يصلح السياق برأيه، ليس بالأصل الخط اللي أمامه. فهمتم؟ نعم. نعم. الشغل بالدنيا دائم في قلبه، وذكر الآخرة خطرات. يطلب الدنيا بالتعب والحرص والنصب، ويطلب الآخرة بالتسويف والمنى. يذكر الرجاء عند الذنوب، فيطلب نفسه بالمقام عليها، ويذكر العجز عند الطاعة حين هم بها فينزجر عنها، ويظن أنه محسن بالله الظن، وأنه يوثق به في العفو، ولم يضمن وأنه يثق به في العفو. نعم، أصلحوا كل هذا، أصلحوا عندكم. وأنه يثق به في العفو. نعم. وأنه يثق به في العفو ولم يضمن له، ولا يحسن الظن بالله ويثق به في الرزق الذي ضمن له. يضطرب قلبه ويشتغل بطلب رزقه، وقد أمر بالطمأنينة فيه إلى ربه، ويطمئن ويسكن عند ذكر الموت، وقد ندب إلى أن يخافه، ولا يسكن عند الحذر والخوف من أجل رزقه، وقد ضمن له، وأمنه الله من أن يفوته ما قدر له. وآمنه الله من أن يفوته ما قدر له، فما أمنه الله منه يخافه، وما خوفه الله منه أمنه. يفرح بما آتاه الله من الدنيا حتى ينسى بفرحه شكر ربه، ويغتم بالمصائب حتى تشغله عن الرضا عن ربه. إن نابته حتى تشغله عن الرضا عن ربه. إن نابته نائبة سبق إلى قلبه الفزع إلى العباد والاستعانة بهم. يطلب من ربه الفرج إذا أيس من الفرج من قبل الخلق، فإن طمع في دنو إلى مخلوق نسي مولاه. من اصطنع إليه معروفا غلب على قلبه حب المصطنع إليه، وشغل قلبه بذكره، وألزم قلبه حبه وشكره. وشغل قلبه بذكره وألزم قلبه حبه وشكره. ناس في جميع ذلك ربه، يثقل عليه بذل القليل من ماله لمن لا يكافئ عليه إلا ربه. لمن لا يكافئ عليه إلا ربه، ويخف عليه بذل الكثير لمن لا يكافئه. نعم. ويخف عليه بذل الكثير لمن يكافئه أو يؤمل منه منفعة في دنياه. طيب، يعني كأن الأجري رحمه الله تعالى في هذا الكلام السابق يذكر دقائق القلوب مما طبعا لا يعلمه تعيينا في كل عبد إلا علمه الغيوب، لكنه رحمه الله تعالى يذكر دقائق القلوب عامة على الإطلاق دون تعيين لأحد، حتى يحذر طالب العلم أو العالم على نفسه أن لا يقع في هذه الخطرات. وكلامه هنا يعني قد يشبه شيئا ما ذكره ابن الجوزي في كتابه صيد الخاطر، مع طبعا الاختلاف
لأن ابن الجوزي في صيد الخاطر يعني في بعض المواضع والمواطن يعني هناك نوع تكلف في ذكر بعض هذه الدقائق. أما الأجري فإنه يجري عليه على سنن السلف في هذا الباب. ابن الجوزي كان عنده نوع تخبط أحيانا في بعض المواطن، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أنه كان يعني ابن الجوزي يتخبط خاصة في باب الاعتقاد ما بين التأويل والتشبيه والإثبات. لذلك صنف كتابا صار يحتج به أهل البدع إلى وقتنا هذا، يحتج به الأشاعرة على أهل السنة، وكتاب دفع شبه التشبيه عمن ألحد وشبه، وينسبون هذا إلى أحمد، لأن ابن الجوزي كان ينسب إلى مذهب أحمد لكنه ينسب إليه في الجملة ليس على الإطلاق، لأنه خالف أحمد في عدة مواطن في الاعتقاد خاصة. فالأشاعرة منهم رؤوس في ذلك العصر ما زالوا يأخذون بهذه الشبهة. فالشاهد أن الأجري هنا في هذا الكلام السابق كأنه يريد أن يجعل طالب العلم يفتش في قلبه حتى يرى إن كان صادقا أم ليس بصادق. وهذا ليس من باب التكلف لكن من باب محاسبة النفس، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. ومن باب مجاهدة النفس كما قال ربنا عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. واعلم يا طالب العلم أنك كلما سعيت إلى الصدق مع ربك كلما نلت منه مزيدا من التوفيق. هذه قاعدة مضطردة، كلما سعيت إلى الصدق مع ربك والإخلاص له كلما ازددت توفيقا وازددت نصرة من رب العالمين. هل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ وإن الله لمع المحسنين. هذه معية خاصة إنما ينالها أهل الإحسان الذين أحسنوا وعبدوا الله عز وجل كأنهم يرون الله، إن لم يكن يراهم، إن كانوا لا يرونه فهو يراهم سبحانه. فتأمل هذا وزن نفسك على هذا الكلام السابق، اقرأه مرة أخرى وردده بين نفسك. اقرأ كلام الأجري هذا السابق وزن نفسك عليه، انظر أين أنت منه، أين أنت من هذا الكلام، أين موقعك من هذا الكلام. هل أنت واقع فيما حذر منه الأجري هنا أم لا؟ وهذا بينك وبين الله، لا رقيب عليك إلا الله، لا يحاسبك أحد من البشر، إنما أنت تحاسب نفسك قبل أن يحاسبك ربك. نعم. وصلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم.